ساعات كتير بيعجبك ملف موجرت او ملف موشن جرافيك تمبلت لتكست انيميشن معين، مثلا شفته شكله شيك وحلو جدا، فتحب ان انت تنزله وتستخدم نفس الانيميشن ده. بس المشكله ان انت بعد ما بتنزله على ادوبي بريمير برو بتتفاجئ ان الملف ده ما بيدعمش اللغه العربيه، او لو بيدعم اللغه العربيه بيدعم خط واحد بس، خط تقليدي شكله مش حلو. فلما تيجي تغير الخطوط مش هتلاقي الاوبشن بتاع تغيير خطوط موجود، فتقول ان انا ممكن اغير الموجرت ده اللي عاجبني بموجرت تاني يكون بيدعم اللغه العربيه، او حتى تستغنى عنه تماما. النهارده انا جاي احل معاك المشكله دي من جذورها. انا هخليك تستخدم اي ملف موجرت نفسك فيه وتخليه يدعم اللغه العربيه، وتخليه كمان يدعم الفونتات او الخطوط كلها اللي موجوده عندك على الكمبيوتر. فلو انت مهتم بالفكره دي وعايز تحل المشكله دي، يلا جهز مشروبك اللذيذ وتعالى تابع الدرس ده لغايه النهايه. النهارده جاي اتكلم معاكم على مشكله بتواجه ناس كتير جدا، وانا كنت واحد من الناس اللي كانت بتواجه المشكله دي لغايه ما لقيت حل نهائي للمشكله اللي انا جاي احكي عليها النهارده. المشكله دي انه ساعات بيكون عندنا ملفات موجرت او ملفات موشن جرافيك تمبلت معموله وجاهزه فيها مثلا تكست معين، واحنا حابين الستايل بتاع التكست ده، ولكن لما باجي اكتب التكست ده بيتكتب لي بلغه عربيه عادي جدا، ولكن بخط واحد بس او بفونت واحد بس. طيب افرض انا حبيت اغير الفونت، مش بلاقي ان انا اقدر اغير الفونت. ازاي بقى يعني تلاقي حل نهائي للمشكلة دي وتقدر تغير الفونتات في الجزء ده بالشكل اللي انت عايزه؟ تعالوا مع بعض نشوف بمنتهى البساطة والسهولة. خليني كده على طول ادخل على البريمير بالشكل ده، وانا بستخدم اداة الاي اي فيور، طبعا اداة خطيرة جدا بتغنيني عن فكرة الاسينشال جرافيك او الجرافيك تمبلت اللي موجودة في ادوبي بريمير برو. طبعا يعني اداه خرافيه جدا، انا بحب ان انا استخدمها دايما. لو مش عارفين الاداه دي او مش عارفين ازاي تستخدموها، هسيبها لكم دلوقتي في الاي اللي هتظهر من فوق. يعني بنصحكم ان انتوا تستخدموها في نسختين منها، نسخه مجانيه ونسخه مدفوعه. طيب لو جيت هنا كده ودورت او عملت سيرش على الانيميشن، انا كنت عامل سيرش عليه قبل كده اهو، عجبني اي حاجه من الحاجات اللي موجوده هنا مثلا وحبيت ان انا اضيفها على التايم لاين بالشكل ده، فابتدي ان انا اراجعها كده. عجبني الستايل بتاع التكست ده مثلا، وحابب ان انا اكتب عليه باللغه العربيه، تمام زي الفل مفيش مشكله لغايه دلوقتي. هاجي ادخل على البروبرتس هنا كده، وهلاقي هنا ان انا اقدر اغير الكتابه دي باي كتابه انا عايزها، ولكن هنا مفيش ان انا اختار الفونت اللي انا محتاجه او الخط اللي انا محتاجه. تعالوا نجرب مع بعض. لو انا جيت كتبت مثلا هنا كده ادوبي مثلا بريمير برو اهو، هنيجي ندوس او نضغط في حته فاضيه، هنلاقي ان الفونت ده الفونت التقليدي اللي بينزل مع الادوبي، ففونت تقليدي جدا مش عاجبني اهو. طبعا الستايل بتاع الكتابه حلو جدا، ولكن الفونت هنا مش عاجبني، او الخط او نوع الخط ده مش عاجبني. طيب في الحاله دي هعمل ايه بقى؟ تعالوا نشوف مع بعض. طيب انا ليه بقول لكم بستخدم الاي اي فيور؟ عشان فيها حاجه مهمه جدا. لو انا عاجبني حاجه زي كده وحابب ان انا اعرف مكانها فين، باجي اضغط كليك يمين كده عليها واقول له ريفيل ان فايندر، طبعا ده علشان انا ماك طبعا يعني، او اكسبلور لو انت ويندوز او اكسبلورر. تمام، هنيجي نضغط عليه بالمنظر ده، هيشاور لي على طول على ملف الموجرت اللي هو ده. طبعا لازم تجيب ملف الموجرت الاساسي علشان هنعدل عليه دلوقتي. هاخد الملف ده كده وهحطه على الديسكتوب مؤقتا. بصوا كده، هاجي انقله كده على الديسكتوب علشان ما ادخلش في حوارات واشوف مكانه فين والكلام ده كله. انا دلوقتي نقلته على الديسكتوب. طيب انا عايز اضيف له بقى ان انا هنا كده لما اجي اكتب اغير الفونت زي ما انا عايز. لازم يكون عندك طبعا افتر افكتس، لان ده ملف موشن جرافيك تمبلت زي ما كلنا عارفين. بعد كده هتيجي تعمل ايه؟ انا عايز افتح دلوقتي ملف، انا بشرح الموضوع بالتفصيل حتى لو هطول شويه، بس علشان الناس تكون فاهمه ومدركه كل اللي انا بقوله. انا دلوقتي محتاج ان انا افك ملف الموجرت او الموشن جرافيك تمبلت على الافتر افكت علشان اضيف له الاعدادات اللي انا عايزها وارجعه مره ثانيه. فهاجي من هنا، لو انت عايز تفك ملف الموشن جرافيك ده، هتيجي تضغط على فايل في ادوبي افتر افكتس بالمنظر ده وتقول له كده اوبن بروجكت كده. طيب حلو جدا، هيبتدي يفتح لي المكان اللي انا هاخد منه الملف ده. طبعا اوبن بروجكت، اوعى تسحب الموجرت وتحطه على الافتر افكتس، مش هيفتح معاك. فلازم تعمل الطريقه دي. بعد كده هتيجي على الديسكتوب، هشاور له على المكان او ملف الموجرت اللي انا محتاجه اهو، وهاجي اعمل اوبن بالشكل ده. هيقول لي محتاج ان انت تعمل سيف للبروجكت او المشروع بتاعك في ادوبي افتر افكتس. اعمل له سيف في اي مكان مش فارقه. هنيجي نعمل اكستراكت هنا كده، وبيقول لي ان هو طبعا الرساله دي بيقول لك ان هو كان معمول على نسخه قديمه من ادوبي افتر افكتس، مفيش اي مشكله. هتضغط اوكي، هتلاقي ان هو فتح عندك بالشكل ده. هتيجي تضغط عليه كده وتفتح البلور اللي معمول، تضغط عليه 2 كليك هتلاقيه فتح معاك اهو. ادي الان والاوت اللي معمولين على الفونت، بصوا كده اهو. ده كده الكتابه بتاعتي، انا عايز اعدل عليها بقى. فهتيجي تعمل ايه؟ هتفتح الاسينشال جرافيك.
خلاص هنلاقيها فين؟ موجوده فين؟ في الافتر افكتس. هنلاقيها في الويندو من هنا كده، وهننزل تحت نختار هنا كده الاسينشال جرافيكس، هنضغط عليها بالمنظر ده. هنا كده بيديني الاعدادات بتاعه الحاجات دي كلها. بصوا كده، شايفين دي الاعدادات اللي دخلت عندي على ادوبي بريمير. طيب انا عايز اعدل في الاعدادات دي. لو انت عايز تضيف بقى الستايل بتاع الفونت وانك تكبر وتصغر والكلام ده كله، الكلام ده كله متاح عادي جدا. هتيجي هنا كده على العلامه بتاعه الايديت بروبرتيز، طبعا هو لسه بيحمل اهو، خلينا نشوف اهو. طيب هنا كده حمل الحاجات بتاعتي او السيتنجز بتاعتي كلها. هاجي هنا كده هضغط على ايديت بروبرتيز بالشكل ده، وهضيف كل المربعات اللي موجوده هنا كده. يعني بصوا كده ان انا اقدر اختار الفونت بتاعي، واقدر اعمل ادجستمنت، يعني اقدر اختار السايز بتاعه، السايز ادجستمنت، واقدر اختار كل الاختيارات بتاعتي. فتيجي تعمل سيلكت على كل المربعات دي وتضغط اوكي. هتلاقي ان انت لما تدخل على ادوبي بريمير برو هتقدر تختار الستايل والفونت والسايز وكل حاجه اتضافت عندك بالشكل ده. دي القائمه اللي هتظهر جوه ادوبي بريمير برو عندك. طيب انا دلوقتي عملتها على ادوبي افتر افكتس، محتاج بقى اوديها للبريمير. خلص الموضوع بسيط جدا. هتيجي تعمل اكسبورت موشن جرافيك تمبلت هنا كده، هيقول لي سيف للمشروع، هقول له سيف عادي جدا. هتيجي تعمل اكسبورت هنا او سيف للكلام ده، الكونفرتد ده بتاع البروجكت، يعني هو دلوقتي سيف البروجكت مره ثانيه على الديسكتوب. بعد كده هتيجي هنا كده وتيجي، يعني هو بيقول لك اللوكال درايف هنا، لو انت عملت براوز هنا كده اقدر اضيفه في اي مكان. فخلينا نحطه جوه فولدر علشان ما نتلخبطش اهو. هقول مثلا عليه ان ده نيو، سوري خلينا نكتب بالانجلش كده، نيو مثلا تكست اهو. هحطه جوه نيو تكست علشان يبقى في فرق بينه وبين اللي انا حاطه قبل كده على الديسكتوب. وابتدي ان انا اعمل سيف هنا. طبعا هنا في حاجه اسمها كي ووردز، الكي ووردز دي اللي انت يعني هتدور عليها بيها. يعني لو انا كتبت كي ووردز موشن جرافيك مثلا، كتبت كي ووردز مثلا بلور تكست، كتبت الحاجات دي، لما اجي ادور على الموجرت ده هدور عليه بالاسماء اللي انا هكتبها هنا. ده لو انتوا حابين، مش حابين خلوه بنفس الاسم عادي جدا، يعني تقدر تعمل كده على طول وتضغط هنا كده على اوكي وتضغط اوكي، وكده هو بيطلع لك ملف الموجرت الجديد اللي انت عدلت عليه. تعالوا نشوف بقى لما احطه على البريمير هيبقى شكله عامل ازاي. ودلوقتي هو خلص، ما كملش دقيقه مثلا او حاجه زي كده، الموضوع سريع جدا. بعد كده بعد ما خلص تعالوا ندخل بقى على ادوبي بريمير برو ونشوف الملف اللي احنا عملناه ده هيتقري معايا والدنيا هتبقى تمام ولا لا. فانا هاجي على الكمبيوتر بتاعي كده وهدور على الديسكتوب هنا في الاداه دي، فهاجي هنا كده على الجزء ده وهاجي على الديسكتوب هنا كده. ده الملف اللي طلع معايا فين؟ ادي انا حطيته في نيو تكست زي ما اتفقنا. لو دخلت عليه بلاقي الملف بتاع الموجرت بالشكل ده ظاهر عندي كده. طيب خلينا نمسح الملف القديم ده ونيجي نجيب الجديد، نقول له امبورت اند اوبن. بصوا كده اهو نفس التفاصيل اللي كانت موجوده هي. بس دلوقتي لو جيت عدلت عليه، بصوا بقى الفونت ظهر معايا او الخط ظهر معايا، فاقدر اعدل عليه زي ما انا عايز. خلينا نجرب. بصوا كده لما اجي اكتب كده ادوبي بريمير برو اهو، واجي اضغط انا كتبت بريمير غلط، بريمير اهو، ادوبي بريمير برو. بصوا كده. طيب ده الفونت اللي كان ظاهر معايا اللي هو الفونت العادي جدا. لو جيت هنا بقى تقدر تختار الفونت اللي انت عايزه. انزل يا معلم كده واختار اللي انت عايزه، غير براحتك. بص كده شايف؟ طيب الحركه هتتغير؟ لا الحركه هتفضل زي ما هي. بص كده اهو. خلينا نختار فونت بس يكون ظاهر شويه علشان اوري لكم الحركه بتاعتي. فهنيجي مثلا هنا اهو، بصوا كده الحركه بتاعتي بقى اهو على الفونت الجديد، شايفين؟ وعلى فكره انا بس مش عايز اطول الدرس، ينفع بدل ما هو بيظهر من الشمال لليمين كده عشان ده انجليش، ينفع اخليه يظهر من اليمين للشمال. فلو عايزين قولوا لي برده، ممكن نعمل ليها درس مستقل بعد كده. الموضوع سهل وبسيط جدا، وتقدر تعدل اي ملف موجرت او اي ملف موشن جرافيك تمبلت بنفس الطريقه اللي بقول لكم عليها دي. طبعا يا شباب بتمنى ان الدرس ده يكون عجبكم. لو عجبكم يا ريت نضغط لايك على الفيديو ده ونشيره في وسائل التواصل الاجتماعي علشان الكل يستفيد. وطبعا اللي لسه ما اشتركش في القناه ينزل دلوقتي يشترك في القناه ويفعل زرار الجرس علشان يوصل لكم كل الفيديوهات الجديده. شكرا لكم يا شباب، اشوفكم في درس جديد من دروس ادوبي بريمير برو.